الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا إلى الله محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإنسان كثيرا ما يظن أنه بذكائه وبماله وبقوته وبجاهه وبسلاحه قد حقق أهدافه وأمانيه، وينسى أن الله هو المنعم، ولولا توفيقه سبحانه وتعالى وكرمه لما حققت شيئا أيها الإنسان أبدا. الله عز وجل ذكر لنا قصة قارون في القرآن لنأخذ منها العبرة في حياتنا. القصص في القرآن أيها السادة حتى نعتبر منها. ذكر الله قصة قارون، وقارون أيها السادة هو ابن عم موسى عليه السلام، وقد أعطاه الله مالا كثيرا. مفاتيح الصناديق التي فيها الكنوز تحتاج مجموعة من الرجال حتى يحملونها. أصبح يعيش في ترف، يسكن القصور، خدم وعبيد. أصبح الكبر خلقه، والعياذ بالله. أصبح الكبر خلقه، طغى وتجبر. يا أخوان، سأقرأ الآيات التي نزلت في قارون، ثم أريد أن أطبقها قليلا على واقع بعضنا. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. بدها زلام أقوياء تشيل إيش؟ فقط المفاتيح. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. هون التكبر على الله. والله لو ما أنا اتدمر فلان. مين أنت يا أبو فلان؟ مين أنت؟ لو ما أنت تدمر فلان، من هو أنت؟ لو ما فلان مشتغل للبلد، البلد في دمار. هذا التوفيق الإلهي، إلى البلد في دمار. لو ما أنا لحد الآن عبسلنا فلان جوع، لو ما كرمي عليه. الله أكبر. أنت زكاتك يا الله بالطالعة، وين لو ما أنت؟ لو ما الله كرمك والله أنت متبهدل. لو ما الله عيطيك والله أنت آخر الخلق. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته.
لبس لباسه ولبس الحلي قارون، صار بده يفرجين الملك اللي عنده. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، مثل هلا واقعنا بنشوف واحد غني، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، شوف اللي بيعرف الحقيقة ما بدور كثير. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. البده الله بده يصبر، ولا يلقاها إلا الصابرون. الله بيترك واحد هيك يتمي عن جهية على الناس؟ ما بتركه الله. لا تفكر حالك بعضلاتك وبسلاحك وبواسطتك وبجاهك بتفعل وبتعمل دير بالك، دير بالك. شوف الله ايش قال: فخسفنا به وبداره الارض. خلص اجى امر للارض. قيل ان موسى عندما ارسل له قارون الزانيه وقالت انه زنى بها موسى، دعا موسى عليه فأعطاه الله عز وجل، قال افعل ما تريد يا موسى. فقال موسى للأرض اخسفي به فخسف الله به وبداره الأرض. عند الله ما في كبير، عند الله ما في كبير. حرج العلم مرفوع على ايش؟ على ايش؟ والله تموت ويتركوك نهار واحد حتى اولادك بيقولوا ريحته ارض، يعني خلص خلقتنا بس شيلوا. هي الحقيقه. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خلاص اجى القرار الالهي، قال انا الحمد لله ما عندي مال، والله بصيبك في نكش بتصير بتحكي مع حالك. أعظم الجريمة هي التكبر على الله. طبعا معاذ الله أنا ما عندي هي الشغلة الحمد لله. أعظم جريمة هي التكبر على الله بالترفع عن عبادته سبحانه وتعالى وعدم الالتزام بأوامره. الله قال افعل افعل. هون البطولي ما يحكي. القصة ما هي شطارة وأنا بعرف بحكي وأنت ما بتعرف تحكي، ما هي هون القصة. القصة التكبر على أحكام الله وعدم اجتناب النواهي. بقول لك والله البلد ما هي رايحة على خير. مين أسبابها خيوم؟ أنا وأنت ولا مين أسبابها؟ مو أنا وأنت؟ طيب مو نحن السبب؟ بقول لك والله بس لو المشايخ يحكوا كان نحن بألف خير. بدي عم نقول لك اعراسك اللي عم تعملها حرام، بدي ينفذ والله اولادنا برضه يا شيخ. معناتها الدمار عم يجي مننا. لذلك ما يسقط علينا بسببنا. يعني المطرب بقول لنا الشباب نطلب تلاقيه مو نطلب فقدوا عقول انجن. وخطيب المنبر وقف نص ساعه والله ملخنا يا زلمه. اليوم حضرنا خطبه ملخنا مع الخطيب. سامحونا نحن عم نقول لك قال الله وقال الرسول. واحد عم جرك الى جنه والثاني عم يسحبك على نار. لذلك عرف انت وين رايح. سبب الهلاك والدمار البعد عن الله. اعلم ايها الانسان مهما ملكت فانت ضعيف. لما صار عندك قوه انت ضعيف. ومهما قويت مهما ملكت فأنت فقير، ومهما قويت فأنت ضعيف، مهما عشت فعمرك قصير. مش قد بدك انت 100 سنة بالأخير يلا شيلوا. ما في مختومة للكلمة. قال تعالى يا أيها الناس. شوف ما قال يا أيها الذين آمنوا. لو كان بس الذين آمنوا كان بس الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ولكن الخطاب موجه لكل الناس، كافر مسلم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم. اللهم لا تذهبنا يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، عاملنا بلطفك ورحمتك. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قادر ولا مو قادر؟ الله قادر، الله قادر على كل شيء، ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ما يكلف ولا الله شيء، يذهب بكم ويأتي بخلق. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. في البارحة أيها السادة حدث قصف على البنات، ونسأل الله عز وجل أن يشل كل يد تريد دمارا في البنات. يا أخوان، لما حدث القصف مين البطل فيكم قال أنا مالي بفكني؟ مين البطل فيكم قال أنا السلاح اللي عندي بفكني؟ مين اللي قال يا الله يا الله كل يوم؟ صح ولا لا؟ كله قال يا الله يا الله، كله، وغير الله ما بيحمينا، وغير الله ما بيدفعنا. بس نحن ما بنعرف الله غير عند من عصر. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما بتكون على إيمان وتقوى دائم هون الله بشيلك. نحن كلنا فقراء إلى الله وحده، ولن يغير الله حالنا إلا بالرجوع والافتقار إليه سبحانه. أهل بدر نصرهم الله مع ضعفهم لأنهم في غاية الانكسار لله. في غزوة بدر العدد الكفار يعني مقبل عدد المسلمين مستحيل 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 ينتصر المسلمين، مستحيل. بس إذا الله بده شيء بصير ولا ما بصير؟ بصير. قال كانوا في غاية الانكسار لله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال أنتم ضعفاء. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي ضعفاء، التزمتم بأوامر الله وانتهيتم عما نهى الله فنصركم الله. لذلك النصر ما بيجي بالعضل أبدا، بيجي من الله. والله بيعطي الواحد نصر على قدر ما يكون إيمانه. كفانا أيها السادة عدم الإذعان والانخضاع لله. حاجة بكفي تشريع وتغريب، بكفي أنا ما بقبل بالشرفين، بكفي أنا ما بقبل بالصدح، بكفي تقول أنا ما بقدر لي، الله ما بقدر لي. استغفر الله. مين أنت؟ قال والله أنا ما بقول بس لما بعصر. الله أكبر. أنت بطل. الله شال قارون بملكه وجبروته واللي عنده كله فخسفنا به وبداره الأرض. منو أنت؟ أنت أنا الله ما بقدر لي؟ أستغفر الله. الله عز وجل يصيبك بألم بسيط، بألم بسيط ما بتعود تفرغ. عجب بتركوني أطلع من هوني على الشام أتعالج، إلا أطلع على تركيا أجيب إذن مشان أتعالج، ولا وين أروح؟ ألم بسيط. الله سبحانه وتعالى يبتليك به يجعلك تفتقر افتقار الذل إليه. شوفوا يا جماعة، نحن الله يجعلنا نتذلل له وما نتذلل لعبيده. في ناس بتبوس ايدين العبيد مشان تحصل على مراد. انت تذلل لله بيعطيك ايش بدك. افتقر الى الله يعطيك ما تريد. بدنا مطر بدنا مطر بدنا مطر. يا جماعة ترى نحن ما بنخاف من الله كثير، لذلك الله بيبعث لنا على أرضنا وبرحمته. لو يعاملنا الله بأعمالنا والله يا أخوان ربما نحن ولقمة الأكل عم نركض وراها ركض، ولكن يعاملنا برحمته بكرمه. دعونا نعود إلى الله.
يا الله يا الله فرجا عاجلا غير آجل. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم انصرنا على من عادانا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا جبار انتقم من كل من يريد أذى في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، ففوز المستغفرين استغفروا الله. سيكون بعد صلاة الجمعة بإذن الله عز وجل صلاة الاستسقاء. عل الله عز وجل أن يكرمنا بقطرة ماء من السماء، لأن الجميع بحاجتها، فالخير ينزل من السماء أيها السادة. واحد يقول أنا ما يلازمني ولو نزل مطر، أنا إيش أستفيد؟ الرزق مرتبط في الجميع، لذلك هذا المطر النازل خير لكل الناس، للجميع خير. الله عز وجل حرمنا هذه القطرة بسبب تكبرنا وبسبب ظلمنا لبعضنا. لذلك أولى أسباب التوبة يا إخوان والرجوع إلى الله والانتساب إلى الله بنحطها بين قوسين، أخي بينك وبين الله، الله بيغفر كل شيء، بس بينك وبين العباد. طيب إيك الحق هذا وإيك الحق هذا وإيك الحق هذاك وظيل هذا وظيل هذا وعم تتبلى هذا. الله سبحانه وتعالى عندما يعلم وهو أعلم بكل شيء أننا عدنا إليه وطبقنا على أرض الواقع، الله بيعطينا إيش بدنا. بس إذا ما نقضيه والله أنا فلان له عندي وكنه زلمي ابن زلمي يجي على باب داري، ترى القصة ما هي قصة عبر، القصة ما هي قصة بعرف أنا مسؤول من المسؤولين بيجي بشيله. القصة إذا الله شالك مين بده يحطك؟ إذا الله شلك مين برجع لك؟ واسطاتك بترجع لك؟ مش قد في ناس عندها أموال هائلة، أموال هائلة يا إخوان، انشلت إيده وإجره، نسأل الله السلامة، بيدفع ماله كله بس يرجع إيده وإجره. بس إذا كان الأمر من عند الله في حدا بيقدر يرجعه ويشيله بحول؟ إلا الله، بس الله. لذلك العودة لا تكون إلا إليه، والله يقبل توبة التائب ما لم يغرغر وقوع حقوق العباد. أمنوا النداء. اللهم يا سامع كل صوت ويا سابق كل فوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وإلى رحمة من سواك يا رب لا تكلنا، وإلى رحمة من سواك يا رب لا تكلنا. اللهم إنا عبيدك الضعفاء إليك، اللهم إنا عبيدك الفقراء إليك، أنت ربنا، أنت خالقنا، ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لا تعاملنا بذنوبنا، عاملنا بجودك ورحمتك ولطفك يا ألطف يا لطيفا بعباده، يا لطيفا بعباده، يا لطيفا بعباده، يا لطيفا بعباده. نسألك يا واحد يا أحد، نسألك يا واحد يا أحد، يا الله يا الله تب علينا يا الله. اللهم إنا تائبون إليك، إنا تائبون إليك، تجبرنا بالمعاصي وأنت الرب الرحيم وأنت الرب الكريم. اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم تجلى علينا هذه الساعة باستجابة دعائنا، اللهم تجلى علينا هذه اللحظات بكرم إجابتك، بكرم إجابتك. من للفقراء إلاك، من للفقراء إلاك، من للفقراء إلاك يا الله.
أتيناك يا إلهي وكلنا إقرار أنك تتوب علينا. أتيناك ونقول لك لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، يا مدبر الأكوان، يا مدبر الأكوان، يا مدبر الأكوان. نسألك غيثا من عندك يا الله، غيثا يحيي أرضنا، ينبت زرعنا، يحيي قلوبنا. اجعل في هذا الغيث رحمة على بعضنا، اجعل في هذا الغيث رحمة على بعضنا، اجعل قلوبنا طرية رحمة على بعضنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.